السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيت وناسه والخمسة ستة اللي احنا منهم، ايه الأخبار، ايه الدنيا؟ مش عايزة أطول في المقدمة كتير، فندخل في الموضوع على طول. نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. الجوازه كده تبوظ. اسكت انت، انا عارف الناس دي كويس. تخيل كده معايا، لو كل ثانية في يومك بتتصور، لو كل فكرة بتعدي على دماغك، لو كل سيتويشن انت بتتحط فيه، لو كل ردة فعل انت بتعملها، كل نظرة، كل فكرة عدت في بالك بتيجي، وفي آخر اليوم حصل عرض كده لليوم بتاعك وانت قعدت تتفرج، هل هتقعد تتفرج للآخر ولا تقول ستوب، انا ما كنتش هكمل، مش هقدر اكمل، وقفوا لحد هنا؟ عمرك تخيلت حاجة زي دي؟ ليه فكرة الفيديو دي مهمة، وليه ده الفيديو الوحيد دونا عن باقي الفيديوهات اللي انا حبيت اركز فيه واعمل فيه effort واقعد اكتب كل الحاجات دي واقعد اعمل كل كلاب. بس اتس اوكي، احنا في امان، قاعدين في بيت والدنيا مقفولة وكل حاجة زي الفل يعني. قعدت اعمل كل الايفورت ده واقعد افكر فيه، ليه فكرة الفيديو دي بالذات؟ لان احنا ناس شغالين بسرعة 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 فوق مما نتخيل، ونتصرف كتير، بنتصرف بسرعة، بنغلط بسرعة، بنضحك بسرعة، اليوم بيعدي في ثانية، احنا بنلحقش نعدي في اليوم، بنلاقي اليوم فجأة عدى وما بنحسبش نفسنا. ما بنقعدش كده مع بعض ونقعد نحاسب نفسنا، او نقعد مع نفسنا حتى ونقعد نقول على فكرة انا عملت كذا النهاردة، او على فكرة حصل كذا النهاردة او كده. ما بنقعدش يعني ان احنا نقعد كده مع نفسنا ونشوف ايه الدنيا او ايه اللي بيحصل. لا، هو اليوم عدى، حطه في ديل اليوم التاني، فجأة بالليل الاسبوع خلص وبقينا يوم الجمعة، احنا مش عارفين ايه اللي حصل. فانا ما بسألش نفسي في اخر حفلة الكلاب بدأت، يعني خلصنا من حفلة العيال اللي بيلعبوا في الشارع، قلنا نصور بالليل، دلوقتي حفلة الكلاب. ففكرة ان اليوم بيتعرض عليك من غير اي تبريرات ومن غير اي اعذار، دي فكرة يعني سليمة 100%. فكرة ان انت تقعد مع نفسك كده وتقعد تسأل نفسك انا كنت مين النهاردة. ما احنا شخصيات كتير قوي، يعني احنا في العصر اللي احنا فيه، ما انا هتكلم والفيديو والبتاع الكلاب دول شغالين عادي، يعني ما فيش مشاكل. ففكرة ان الانسان يقعد مع نفسه يقول انا كنت مين النهاردة، انا كنت الشخص النيرفس ولا كنت الشخص الهادي ولا كنت الشخص المسالم ولا كنت ايه بالظبط، هستفيد ايه لما انا اقعد اسأل نفسي الاسئلة دي؟ اول حاجه، لو انا كل يوم الايام بتاعتي بتتعرض عليا، انا هستفيد حاجه كبيره قوي. وهي اول حاجه، انا هعرف الاتيتيود بتاعي تجاه الناس عامل ازاي، وتجاه كل السيتويشنز عامل ازاي، او تجاه الحياه عموما عامل ازاي. هعرف انا كنت بتعامل مع الناس ازاي، هل بتعامل بخشونه وبقفل كلام وبتعنت قوي وبهرب وبجري وبعمل كل الكلام ده، ولا بقعد اتكلم مع الناس كلام كويس، ولا بقعد ان انا اتعامل بلطف واقعد اتعامل بكل التعاملات دي. تاني حاجة، هعرف قد ايه انا بقضي وقت على السوشيال ميديا، هل انا طول يوم بقضي وقت على السوشيال ميديا ومقضيها فيديوز وفيديوهات وميمز وكل الحاجات اللي على السوشيال ميديا اللي ملهاش لازمة، وبقضي ساعات عمري والساعة اللي بتروح ما بتجيش بالمعنى الحرفي للكلمة. انا بقضي كل الوقت ده في ولا حاجة وفي التفاهات وكده، ولا انا ايه اليوم بتاعي، ايه محتوى اليوم، ايه كونتنت اليوم، انا بشوف ايه مفيد، انا بقرأ ايه مفيد، انا بتعلم ايه جديد، انا بمارس رياضة ولا لا، انا باكل اكل صحي ولا لا، انا بشرب مية علشان جسمي يكون كويس ولا لا، ولا انا بتجاهل كل الحاجات دي وبسهر لحد الساعة 3 الفجر او 4 الفجر وما بعملش كل الكلام ده. فكرة مراقبتي لنفسي وان انا اقعد اراقب نفسي وان انا اشوف الدنيا فيها ايه، لا، واجي اعرض بقى اليوم عليا كأنه فعلا متصور، هبقى عارف انا بعمل ايه بالظبط، هبقى عارف دي رايحة فين ودي جاية منين. تالت حاجة معانا، وهي فكرة ان انا إيه، بعرف قد ايه جات لي فرصة النهاردة. يعني انا لو بسجل اليوم بتاعي او بعرف اليوم بتاعي بتفاصيل عالية قوي، انا هبقى عارف انا كام فرصة كانت النهارده جايالي فرصة ان انا اتعامل بشكل كويس وانا تجاهلت ده، كان جايالي فرصة شغل كويس قوي وانا تجاهلت ده، كان عندي وقت معين انا قضيت سكرين تايم على الانترنت تقريبا بتاع 10 ساعات، العشر ساعات دول انا كان ممكن اتعلم فيهم حاجة، انا كان ممكن استفيد فيهم حاجة، انا كان ممكن امرن مخي لحاجة معينة. انا الوقت ده ضاع مني، انا وقت ضاع مني على السوشيال ميديا، مش عارف اعمل فيه ايه، كل الحاجات دي. فانا اليوم لو بتعرض عليا، انا فعلا حياتي هتبقى يعني حياة امبروف، حاجة تتحسن، حياة احسن كتير قوي من ان انا فكرة ان انا متجاهل كل ده وان انا قاعد ساكت ما بعملش اي حاجة. والله فكرة خزعبلية قوي وعمالة تقولنا مش عارف ايه واليوم لو اتعرض عليك من جديد ومش عارف ايه الكلام ده. يعني احنا ممكن نعمل ده ازاي؟ السلام عليكم، في حاجه اسمها جورنالينج، في حاجه اسمها نجيب نوت بوك او نجيب كراسه او نجيب اي حاجه، او حتى النوت بوك اللي على الموبايل او اي حاجه، ونقعد نكتب ايه اليوميات بتاعتنا، نقعد نحاسب نفسنا. يا سيدي ما تكتبش اللي هو انا صحيت الساعه كذا وعملت الساعه كذا وقمت الساعه كذا والساعه كذا ودقيقه وسنتي كنت انا خارج من البيت وكل الكلام ده، لا.
ما تعملش كل ده، اكتب بس على الاقل حاجه بسيطه في اليوم. مع الوقت هتتبني عاده، مع الوقت هتبقى حاجه كويسه قوي. علماء النفس بيقولوا ان الانسان اللي بيكتب ان ده نوع من انواع العلاج النفسي، من نوع اللي هو انت بتسجل حاجات، بتعمل حاجات، الحاجات دي يعني بتبقى في السيلف اويرس بتاعتك، بتبقى في الوعي النفسي، بتعمل لك وعي نفسي او سيلف ريفلكشن، اللي هو بيبقى بيعتبروها نوع من انواع تطور الذات والنظرة على الذات، وانك تخرج من جواك كده وتقعد تبص وتشوف الدنيا فيها ايه، وتسهل الحياة كده على نفسك عشان تتطور. لان دي من اكتر الحاجات اللي بتخلي الانسان يتطور والمهارات بتاعته تتطور. مش كورس الانجليش اللي هيخليك واعي بنفسك، ولو ان كورس الانجليش يعني لا يقل اهمية عن اللي انا بتكلم عليه، بس انا اقصد ان مش ده لوحده بس، يعني في حاجات كتير قوي احنا ما بنركزش عليه. ان الشخص اصلا اللي بيراجع نفسه وبيحاسب نفسه وبيعرف ايه اللي حصل في اليوم بيبقى عنده اكتر وعي بنفسه، يعني بيبقى عارف نفسه هو مين صح. يعني مش انا محمد اللي مكتوب في البطاقة، ولا انا حسنات اللي مكتوبة في شهادة الميلاد، لا، ببقى عارفة نفسي بالظبط، عارفة نفسي كويس قوي، عارفة، واثقة في نفسي، عارفة ان دي عيوبي ودي مميزاتي. لما حد بيجي يمدح فيا انا فاهمة ان هو ده فعلا لان انا النهارده ساعدت حد، فانا كتبت في النوت بوك بتاعتي ان انا ساعدت حد. موقف في موقف، موقف في موقف، بيعرفني انا مشاعري تجاه الناس عامله ازاي، انا ببقى عامله ازاي تجاه الناس. الايام بتتنسى، الايام بتتنسى في ثانيه، والذكريات بتتبل، مفيش غير الحاجات المؤلمه بس اللي بتبقى مركزه في مخنا. ولا ان فكره الذكريات دي مش عارفه يعني هي حياه ولا لا، بس هو فعلا بتفتكر الحاجه المؤلمه اكتر يعني. فالانسان بيبقى عنده ثقه بنفسه قوي لما انا اكون عارفه نفسي كويس، وعارفه لما حد بيجي يمدحني ما بهاجمش قوي او بندفع او كده. فده بيخلي عندي الخليه بتاعتي تبقى اكتر للتطور، انا هبقى بتطور اكتر من غيري، انا ببقى بتقدم اكتر من غيري، انا هتحسن عامة اكتر من غيري. كمان علماء النفس بيقولوا ان الانسان اللي بيحاسب نفسه دايما والانسان اللي بيراجع نفسه دايما صحته بتبقى احسن نفسيا، صحته النفسية بتبقى كويسة وصحته الجسدية. وبيقولوا ان الشخص اللي ما بيراجعش نفسه وما يعرفش هو بيعمل ايه او ما بيراجعش اخطائه او الكلام ده، بيقولوا ان الشخص ده بيبقى عايش حياة ضبابية. يعني ايه عايش حياة ضبابية؟ يعني هو فعلا هو مش عارف هو رايح فين ولا جاي منين ولا هو مين ولا بيعمل ايه، هو حياته بالظبط مشوشة. تخيل معايا كده حد هو مش عارف هو مين، انا لابسة جسم انا مش عارفة ايه اللي فيه، الدنيا هتبقى معايا صعبة قوي. الدنيا فعلا هتبقى مش ألطف حاجة ومش أحسن حاجة، ومش هتبقى فاهم انت رايح منين ولا جاي على فين ولا الكلام ده. وزي ما قال الحسن البصري، يعني الحسن البصري لما كان بيقول ان الانسان قوام على نفسه لله، ان هو الواحد لازم يكون قوام على نفسه ويحاسب نفسه لربنا، يعني يقعد كده ويحاسب نفسه ويراجع نفسه من اجل ربنا. فدي كلها حاجات بتخلي الانسان يكون احسن. فاقعد كل يوم اشوف نفسي انا عملت ايه النهارده، انا ظلمت حد، انا حد ظلمني، انا جاملت حد، انا اتكلمت في حق حد، انا فتنت على حد، انا اختبت حد، انا نميت على حد. اقعد كده مع نفسي كده، القعده والله العظيم ما بتاخد ربع ساعه، والله العظيم يعني وقت يعني بيضيع على شورتس على اليوتيوب، بيضيع على شورتس على الانستا او على الريلز على التيك توك او على الحاجات دي. وقت بسيط قوي هتاخده كده من نفسك كل يوم، فهتلاقي نفسك بتتحسن. وعن تجربة شخصية، انا بقالي فترة كبيرة قوي ما كنتش عارفة انتظم على الجورنالينج. قعدت فترة بقالي كتير قوي عايزة اعمل جورنالينج يا جماعة، والجورنالينج كويس ومش عارف ايه الكلام ده، اشوف فيديوز كتير قوي، اشوف حاجات كتير قوي، وبعد ما اقفل الفيديوز باكل خيار وانام، يعني حرفيا بجد. يعني هو فين كوباية اللبن يا ماما عشان اشربها وانام؟ يعني حاجة في منتهى العشوائية ابدا. لحد ما انا خدت قرار كده بقالي فترة طويلة يعني الحمد لله، وخدت قرار وقلت لا، بس يا نور كفاية كفاية بجد، كفاية عك، كفاية الشغل بتاعك ده. انت لازم خلاص بقى، يعني كبرنا وتخرجنا والدنيا بقت زي الفل، فلازم بقى ان انت تحسني من نفسك بجد. فجبت نوت بوك محطوطة هنا اهي، ممكن اجيبها اوريها لكم عادي، ما عنديش مشاكل. وبدات ان انا اسجل فيها. طبعا الموضوع كان تقيل قوي، وكل يوم اكني كل يوم هقعد اسجل وهجيب النوت بوك وهقعد اكتب ومش عارف ايه. الاول كان الموضوع كنت انا مستثقلاه قوي، بعد كده الموضوع بقى خلاص بقى، يعني حسيت ان الموضوع بعد كده خف، بعد كده الموضوع بقى الطف. بقيت انا ما اقدرش انام كل يوم غير لما بعمل جورنالينج. ومع الوقت بقيت احس على فكره انا في الموقف الفلاني بقيت بعمل كذا، انا في الموقف مش عارف ايه بعمل كذا. حاجات كتير قوي انا ما كنتش عارفاها في نفسي بدات ان انا اتعرف عليها في نفسي من خلال الجورنالينج، بدات انا اعرفني بجد، بدات ان انا افهمني بجد، في حاجات بدات احسنها وفي حاجات بدات اخد بالي منها وفي حاجات. فكل يوم لما الانسان بيعمل محاسبه مع نفسه هو انسان، يعني خلاص هو انسان من اكتر الناس اللي عندها استعداد للتطوير، لان بتعرف اذا كنت انت صح او انت غلط او انت ايه الدنيا او
في ايه الموضوع. فانا على المستوى الشخصي بجد بجد حوار ان انا بكتب واكتب الحاجات اللي انا بعملها غلط. انا عملت كذا وكذا 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 النهارده، في عادات سيئه جدا انا كنت بعملها بطلتها بسبب ان انا بكتب الجورنالينج دي بتاعتي، يعني كل يوم بكتب. فخلاص، فعايزين بقى نظبط كذا، عايزين ننتظم على كذا، عايزين نعمل كذا. مع الكتابة مع الوقت، ده بياخد وقت وبياخد مجهود، بس بعد كده الدنيا بتبقى كويسة إلى حد ما. يعني مش عايزة أقول سهلة عشان مفيش حاجة في الحياة دي سهلة الصراحة، بس مع الوقت الدنيا بتبقى بسيطة يعني. فبتلاقي إن في نتائج كويسة قوي، في حاجات كويسة قوي بتحصل. فاحنا ليه بنتجاهل حاجة زي دي، أو إن احنا مش واخدين بالنا منها؟ كمان في حاجات هتتبسط قوي لما انت تتفرج على يومك. يعني لما انت تتفرج على يومك هتلاقي في حاجات، هتعرف ايه الحاجات اللي بتفرحك. ده اولا، تقعد كده وتشوف المشاهد اللي بتفرحك، تقعد تشوف ايه اللحظات اللي بتفرحك. ساعدت حد، فدت حد، مش عارف ايه الكلام ده، هيعرفك اكتر عن نفسك، انت بتتبسط امتى او ايه اللي بيبسطك. تاني حاجة يعرفك حاجات انت بتبقى مكسوف او خجلان فيها، يعني في مواقف او حاجات معينة لما بتحصل انت بتحس بالخجل او بتحس بالزعل او بتحس ان انت مش بالزعل، بتحس ان انت خجلان قوي او في حاجة قوي. فتبدأ ان انت تاخد بالك ده بيحصل ليه، وتبدأ تنقب جدا جواك وتبدأ تعرف ايه اللي بيحصل ده. بتكتشف حاجات بتزعلك، حاجات انت بتزعلك بالمعنى الفعلي وانت بتتجاهل. فمع الوقت ما بيبقاش فكرة الكبت دي موجودة، لان احنا فكرة ان احنا نفضل قاعدين وكابتين قوي جوانا هنبقى تعبانين قوي. يعني الانسان لما بيكبت جواه بيتعب، ومع الوقت ده الدنيا بتبقى بايظة خالص يعني بسبب الكبت ده. بتكتشف حاجات بتفرحك، بتكتشف حاجات بتبقى خجلان منها، بتكتشف حاجات انت حاسس فيها ان انت satisfied، ان انت حاجات تانية بتحس فيها ان انت حزين. في حاجات بتحس ان انت بتتحسر عليها، بتحس ان انت ندمان قوي. انا قضيت النهاردة وقت مع ناس ملهمش ريحة ال30 لازمة، ناس ما بيتطوروش في الحياة، ناس ما بيعملوش اي حاجة. فبتحس ان انت خلاص بقى يعني متحسر قوي على ده. فتبدأ ان انت تاخد ريسك ان انت تاني مرة تخلي بالك من حاجة زي دي، وتبدأ ان انت تشتغل على نفسك في موضوع زي ده. فتبدأ ان انت هنا بتاخد خطوة للتطور. لكن لو انت مش بتجورنالينج او مش بتكتب عشان تعرض على نفسك ده في اخر اليوم، او تفضي دماغك من الافكار اللي فيها، هتلاقي نفسك مش عارف اي حاجة خالص، وتلاقي نفسك بتقضي، وبعد 20 سنة ولا حاجة تبقى تكتشف ان انت قضيت العمر مع ناس ملهمش ريحة ال30 لازمة، وان العمر راح بلاش وراح في الفاضي، وان انت ما استفدتش بيه بأي استفادة نهائي يعني. دي حاجة. الحاجة اللي بعد كده هتلاقي في لحظات انت بتتمنى تعيشها. هتلاقي نفسك كده تشوف مشهد في فيلم حد سافر، او تشوف حاجة بتحس ان انت دي حاجة انت عايز تروح لها. فتلاقي نفسك ده حافز ليك، ده دافع ليك ان انت بعد كده ان انت تشتغل على ده، ان انت الكورس اللي انت مأجله بقالك سنتين خلاص هتجيبه وتبدأ ان انت تشوفه. هتبدأ ان انت تنزل جيم، هتبدأ ان انت تاكل هيلثي، هتبدأ ان انت تبني جسم. حاجات لما تقعد كده تتخيل نفسك في الجسم الرياضي، او انت تقعدي كده تتخيلي نفسك وانت كتكوتة خالص، فهتلاقي في حاجات كده بتشجع الانسان، بتريجر جواه لحاجات معينة، فتخليه ان هو يسعى ان هو يعمل ده. ده مش هيتم غير من خلال الجورنالينج. انا نفسي اعمل كذا، تلاقي نفسك تاخد ستيبس. واي حاجه بتبدا بسمول ستيب، تبدا كده بيبي ستيب صغيره، وستيب في ستيب بتلاقي الدنيا ماشيه. فالانسان لما بيكون بجورنالينج هيبقى عارف ايه الحاجات دي بالظبط، هيبقى فاهم ايه اللي بيبسطه، ايه اللي بيزعله، ايه اللي بيخجله، ايه اللي بيعمل فيه كل الحاجات دي. لكن طول ما احنا ما بنعملش ده، احنا عايشين على الله حكايتنا بالمعنى الحرفي للكلمه. خلاص يا نور، انت سيلز شاطره وانا عرفت اشتري منك الفكره. عايزه جورنالينج بس مش عايزه اكتب رغي كتير، ومش عارفه اكتب ايه، انا انسان اصلا مش بعرف اعبر. علشان تبدا جورنالينج بثلاث حاجات بس، 3 سطور، 3 سطور بساط قوي. اكتب حاجة انت غلطت فيها النهاردة، حاجة زعلة يعني غلطت فيها، انت غلطت النهاردة في كذا والحاجة دي مضايقاك. دي اول حاجة، انت ايه هتكتب حاجة غلطت فيها النهاردة. بعد كده هتكتب حاجات كويسة، حاجات انت حسيت فيها ان انت عملت حاجة انت عايزها. تبدأ تكتب حاجات كويسة، انا عملت كذا وعملت كذا وعملت، واكتب منها كتير. يعني اكتب حاجات كتير قوي كويسة، ده هيديك تحفيز كده وموتيفيشن ان انت يعني ايه تدوم على ده. تالت حاجة، تسأل نفسك سؤال: هل انا بسعى سعيت النهاردة ان انا اكون الشخص اللي انا عايزه في المستقبل؟ يعني مثلا for example، انا مثلا حد عايز اكون مم، يعني آه، يعني مثلا انا حد عايز اكون كاتب مشهور مثلا يعني.
فهل انا النهارده قرأت بما فيه الكفاية او اتعلمت تكنيكس جديد في الكتابة او الحاجات دي؟ او انا مثلا عايز ان انا اكون فلوينت في اللغة، هل النهارده انا اتعلمت كلمة واحدة حتى؟ يعني ما هو كلمة في كلمة، كلمة في كلمة، هتلاقي الدنيا ماشية. تبدأ ان انت تاخد خطوات يعني صغيرة جدا في الطريق اللي انت عايزه، فتكتب حاجات كويسة، وتاني حاجة هتكتب حاجات انت غلطت فيها، وتالت حاجة هتكتب انت النهاردة سعيد في الحلم اللي انت عايزه، في الهدف اللي انت عايز تحققه. هل انا عايز اقرأ كتاب في شهر مثلا، هل انا النهاردة قرأت لي 10 صفحات؟ اللي هو حاجات بسيطة جدا هتسهل الدنيا، والدنيا هتبقى والله زي الفل، بس انت ابدأ. والله انا خلصت اللي عندي، واتمنى ان انتوا تكونوا بخير ومبسوطين. وبصراحة انا عندي حاجة كده نفسي اشاركها من زمان قوي وشاغلة بالي والله. احنا ان شاء الله يوم من الايام هيبقى معانا كتاب كده مكتوب فيه كل حاجة احنا بنعملها، فهنشوف حياتنا وهنشوف ايامنا وهنشوف الفيمتو ثانية في حياتنا عاملة ازاي، ومش هيبقى فيلم ولا يبقى حاجة بقى يعني متجملة، لا، ده هتبقى كل حاجة محسوبة علينا في الكتاب ده. فعلى الاقل احنا نراقب نفسنا على قد ما نقدر. احنا مش هنقدر نرصد اللي بيحصل في يومنا كامل، مش هنقدر نرصد النوايا بتاعتنا كاملة او ردود افعالنا عاملة ازاي زي ما هيكون موجود في كتاب، بس على الاقل ان احنا نكون مؤهلين نفسنا لخطوة زي دي. خطوة زي دي يعني ان شاء الله يعني ربنا يسترنا يوم العرض عليه يعني، وما نتفضحش بالحاجات اللي هتبقى موجودة في الكتاب دي. وان شاء الله ربنا ييسر الامور وتبقى الدنيا تمام يعني. فاتمنى ان الناس تاخد بالها من حاجة زي دي، ونبدأ ان احنا نجورنالينج عشان خاطر ربنا مش عشان خاطر اي حد يعني. بس تصبحوا على خير، عشان الفيديو ده انا مصورة بالليل، فتصبحوا على خير لو انتوا بتشوفوا الفيديو بالليل، ويومكم سعيد لو انتوا بتشوفوه بالنهار.